قبل ما تأجر شقة لعريس وعروسة أو لأسرة، اسمع الكلام اللي أنا أقوله ده كويس. لكن يا جماعة أنا مش بعمم، في شباب لسه بادئة حياتها فاستحالة تتجوز في تمليك فبيتجوزوا في إيجار، دي شباب محترم. لكن اللي أنا هقوله ده بيأمنك من اللي هيحصل بعد كده، مش عشان أنت ما تأجرش شقتك وتشوف كل اللي عندهم أولاد أو اللي لسه هيتجوزوا جايين يسرقوا شقتك، لأ. طيب، ساعات بيحصل خلافات ما بين الزوج والزوجة وهم قاعدين في شقة إيجار، فالزوجة تروح تجري تعمل تمكين على شقتك الإيجار. طب أنا مالي؟ أنا واحد باخد إيجاري، لا ليا علاقة بزوجها ولا أي حاجة، أنا عايز إيجاري كل أول شهر يا ستي وخلاص، والله هتجددي معايا تمام. تكتشف إن هي اتمكنت ومحدش بيدفع لك الإيجار. طب امشي، لا مش ماشي، أنا معايا تمكين. فمش هيبقى قدامك حل غير إنك تجري في المحكمة وترفع دعوى طرد للغصب، وتثبت قصاد المحكمة ان انت مالك الشقة وان انت ملكش اي صفة او اي تدخل في الخلافات ايه اللي دايرة ما بينها وما بين زوجها. ساعتها المحكمة ممكن تحكم لك، ممكن لا. فيفضل لما تيجي تكتب عقد الإيجار تروح لمحامي متخصص يكون فاهم شغله، ويكتب لك عقد يحميك وما يخليش الزوجة بعد كده ترجع عليك بالتمكين والكلام ده كله.